الو. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، حابب تقول اسمك؟ آه، محمد ماشي. اهلا بيك يا محمد. محمد، المكالمة مذاعة على الهواء، موافق بالاذاعة؟ موافق اهو، فرصة نشوف حل مع بعض. اتفضل، تحت امرك. مشكلتك ايه؟ ماشي، مشكلتي ان انا وانا عيل صغير ما يعني انسان مش ملتزم، ما بحبش المذاكرة رغم ان انا كنت متفوق جدا. ما بحبش المذاكرة، بحب اتباع الغرائز. بتحب اتباع آه، الغرائز بمعنى ايه؟ يعني بحب الشهوات، اي شهوة، شهوة اللعب، شهوة عدم المذاكرة، عدم الالتزام. اه، كنت طفل مستهتر يعني. اه أوي، مع إني كنت شاطر يعني. بس ليا أخ كبير كان فاشل في الثانوية العامة. أبويا كان بيعامله وحش، فكان بيطلع الحاجات دي عليا، وأبويا مش موجود، كنت بطفش بالبيت وكده. المهم عشان ما أطولش عليك، اتعرفت على أصحاب السوق. يعني انت كان ليك اخ كبير، ابوك يزعق له او يضايقه او يضربه فيضربك انت في غياب ابوك. مظبوط أبويا كده؟ أبو أبو يعني أبويا يروح الشغل هم يضربوني. تمام، لكن ابوك كان بيعاملك كويس؟ هو كان بيعاملني كويس، وكان بيقول لهم ما تكسروش نفسه وبتاع والحكاية والرواية، بس اه، هم كانوا بيتبهدلوا. فيعني عادي، يعني انت بتبهدلنا احنا الكبار، اه، العيل اه، الصغير، فاهمة؟ اه، كان في غيرة، فكانوا بيطلعوا اللي ابوك بيعملوا فيهم عليك انت. اه، هي مش غيرة، هو زي ما تقولي عقدة من الثانوية العامة بقى، انت فاهمة. امم. بس فطفشته كذا مرة، اطفش وخدت على الطفشان، وكانوا بيجروا ورايا في الشوارع وانا طفشان وانا عيل صغير عندي. وياما نمت في الشارع، وياما. المهم عشان ما اطولش عليكي، اتصاحبت في الدبلوم. أول سنة ليا تخرج في الدبلوم اتصاحبت على ناس في ورشة تانية، أصحاب سوق في ورشة غير بتاعت إخواتي وغير شغل إخواتي. كنت لسه يا دوبك، ما كنتش أعرف الدنيا. جم راحوا معاطيني برشام اسمه نوفاتريل. ادوك برشام اسمه ايه؟ نوفاتريل نوفاتريل. اللي هو الإباتريل حاليا، يعني في زماننا. معلش أصل أنا كبير شوية، عندي 45 سنة، فممكن تكون الحاجات دي قديمة. نوع من انواع المخدرات. اه، ده بيعمل ايه ده بقى؟ ده بضايع. ما شفت حضرتك اللي بيخش السجون عشان قتل أمه على سجادة الصلاة وذبح أمه مش عارف فين؟ هو بيوصل هو لكده؟ هو البتاع ده، هو ده اللي بيعمل كده. اعوذ بالله. المهم صحاب ادوني واتاري البتاع دوت اساسا، يعني كل ما تاخدي منه وهو مبهدلك ومخليكي خربانه، تفتكر نفسك فايقه وتمام التمام. المهم فقت من الحوار ده كله، لقيت نفسي واخد 4 ايام على ذمة تحقيق في قضية، في قضية سرقة بالإكراه وبلطجة، فاهمة؟ وفين كمان؟ في قلب المعادي. وانت طبعا مش دريان انت بتصرفاتك وانت واخده. مش داريان، وأول مرة أعمل كده، فاهمة؟ وإيه، بص المنطقة بقى من غباوة البرشام. بص المنطقة اللي أنا عملت فيها المشكلة في المعادي، جنب أنضف سفارات وأكبر سفارات وأهم سفارات وأهم الفنادق، ورايح أعمل موضوع زي كده. المهم فوت في الاسم وأنا واخد 4 استبرار. وده مرضتش ادمان؟ أكل. ادمان يا محمد، يعني كنت بتبقى محتاجه طول الوقت، ولا ده ممكن تقدر كنت تبطله؟ لا، كنت بطلب، بس هم مش، كنت في أولها بقى، مش إدمان ولا حاجة، بس أنا هو أساسا طالما في الدم، فاهمة؟ وتعرض عليكي تاني، أنت ما بتفكريش إن هو عمل معاكي إيه ولا سوى معاكي إيه.
يعني انت الم... بتبقى واخده، بتفوق بتلاقيهم بيحكوا لك على حاجات انت ما تتخيلش انك تعملها. خالص. ده انا مرة امم. فوت لقيت، مرة فوت قالوا لي انت مسكت سلاح على اخواتك. امم. المهم، عشان ما اطولش عليكي، امم. من كتر كسوفي وان عيلتي مش شبه كده، ما رضيتش اتصل بيهم وما حاولتش اتصل بيهم وانا واخد 4 ايام استمرار. امم. فما قدروش يعملوا حاجة ان هم غير ان هم يخلوا البنت تغير اقوالها والواد يغير اقواله شوية، و... ونتضارب بقى قدام القاضي والكلام ده كله. المهم ليا واحد زميلي كنا تشكيل منهم، ابوه قبله بره في عند وكيل النيابه قبل ما بعد ما احنا دخلنا له، وهو كان بيدخلنا واحد واحد. اخر واحد كان زميلنا اللي دخل احترف في كل حاجه. المهم عشان ما اطولش عليكي، خدت 3 سنين سجن و3 مراقبه. امم. كده ضاع المستقبل وضاعت العيله والحكايه والرواية. المهم خرجت. وعيلتك طبعا اخوات، سابتك كلها وما بقوش عايزينك تاني. لا لا، مين اللي قال كده؟ امم. ما سابونيش، ما سابونيش لحظة. وطول ال3 سنين رغم إن أمي كبيرة وأبويا كبار كانوا بيجولي كانوا ويشيلولي. بيجولك. اه. لا لا لا، واخواتك كانوا كانوا بيجولي. بيجولك. واخواتي كانوا بيجولي وكانوا سائلين عليا. أخويا اللي كان بيضربني ده وتعقدني في الحياة، سمعت من الجيران بتوع الورشة إن هو يوم ما أنا اتحكم عليا بالحكم دوت، راح الورشة اللي عمره ما بيعمل فيها كده وقعد يجيب خمرة ويشربها ويسكر ويعيط ويسكر ويعيط. كلهم ما سابونيش وكلهم زعلوا عليا، حتى اللي كانوا مطفشيني، حتى اللي كانوا السبب في قضيتي. كل الكلام ده بصراحة اتقال يعني. طيب وطلعت وخلصت السجن و- وخدت وخل... عقابك. وخدت ال3 سنين المراقبة. كنت أروح أبات فيه كل يوم الساعة امم. 6 بالليل وأقوم 6 الصبح أروح كده يعني. تمام. فاهمة؟ جت بعد كده هم عارفين ظروفي، راحت أمي بدأت بمبادرة كده عشان يجوزوني. فعلا كان في شقة مبنية بس على الطوب الأحمر. خرجت من السجن، أمي وضبطها لي وساعدوني كلهم، وفي العفش. وشقتي دي بقت أحسن من شقة أي شقيان في الغربة، وجي عمل شقة طب بالمنظر ده. جميل، وبعدين؟ المهم أمي حطت كده فكرة في دماغي، شافتني مش قد الجواز بسبب المخدرات بتاعتها. خلاص أنا هظبط لك الدنيا وأنت شوف لك واحدة موظفة اتجوزها وخلاص، وهي تساعدوا بعض، والشقة من غير فلوس ولا إيجار ولا بتاع ولا ماشي. هما المهم يعني انت عارفة السوق. أول ما اتجوزت قعدت واتخنقت واتضايقت. مراتي طلع عندها أمراض مزمنة، افتكرتها إن هي إيه، عارفين عنها، أهلها عارفين إن هي عندها الأمراض دي وخبوا ومحدش قال لي. عليك. اه. اه. فرحت ايه اتغبيت وطلقتها، وقعدت سنة ونص وانا مطلقها. بس ايه، اشتغلت كويس ورحت المصنع اللي ابوها الله يرحمه كان جايب لي واسطة عشان اشتغل فيه. وخلفت رحت منها؟ خلفت. خلفت ولد عنده توحد. معرفش بقى دوت السبب اللي خلاني اكمل في المخدرات، عشان ما كانتش نفسي راضية كده زي الناس المسلمة والمؤمنة اللي عندها إيمان بجد من جواها، تقول الحمد لله ده ربنا بعته لنا عشان نتعب معاه عشان ناخد حسنات ونخش الجنة. لا، أنا ما كنتش بقول كده. انت فاهمة؟ أنا اعترضت؟ اعترضت من جوايا أوي واتبهدلت. وهي باعت دهب عشان شافتني متضايق باعت دهب وراحت عالجت الواد عند دكتورة في الدقي. لازم تاخد حسابها بالدولار لأن هي بتجيب علاج التوحد بالدولار. فاهمة؟ وبنت جدعة ورجولة أوي اللي أنا اتجوزتها ديت. المهم يعني، عشان ما اطولش عليكي، انا دلوقتي بشوفها شقيانة ومتبهدلة. انا باخد 3000 ونص او هي 3700 على في الشهر. ذمتك لسه يا محمد؟
على ذمتي اه. وبتعشقني وبتحبني وانا نفس الكلام. طيب بس هي عرفت ان انا بطلت براشيم وبشرب مثلا كل ايه، كل كام يوم كده نفسين حشيش. ما تعرفش ان انا باخد عقار بقى، هو العقار ده بقى اللي انا عايز اقول لك عليه، مم. مبهدلني اخر مبهدله ومخليني مش عارف اسيطر خالص. العقار ده اسمه في السوق صراصير، لكن اسمه العلمي او اللي مكتوب على العلبه بركانول. مم. فاهم؟ ده مضيع لي حياتي، ما بعرفش اشتغل بدأ. من غيره. اه، انت اتعودت عليه. اه. بقالك قد ايه؟ والاول بقالي كتير قوي، ده انا من اعدادية وانا باخده، انا مواليد 79. مم. فاهمة؟ وبيطلب بقى معايا بحاجات لازم انفذها بقى، بيطلب معايا بحشيش زيادة وجنس زيادة، معلش انا اسف في الكلمة مم. يعني، مم. رغم ان هي مريضة وكده بتيجي على نفسها وتستحملني وبدأت يعني. المهم يعني يعني انت انا هو، يعني انت كنت بتاخده قبل ما تتسجن كمان؟ اه كنت باخده قبل ما السجن، ولما وكنت باخد طلعت كل، كملت فيه؟ كملت فيه هو والحشيش. لكن بطلت بقى الإيباتريل اللي هو اللي انا بقول لك عليه دوت. اللي بيخليك مجرم، يعني انت بطلت اللي بيخليك مجرم، بس بتاخد نوع تاني اللي بيخليك مبسوط. برافو عليكي، وخليني اضحك واهزر واحب شهواتي واحب شهوات الدنيا وطبعا في علاقتك بمراتك بتبقى تقدر تعاشرها، من غيره اكيد آه، مش الدنيا ما بتبقاش تمام. بالظبط كده. بالظبط كده. وما بحبهوش ولا مش واخد البتاع دوت. ليه؟ لأن البتاع ده أنا باخده من سن المراهقة، عجبني جدا جدا ولسه جدا. بيعمل نفس المفعول ولا الجرعة عمالة تزيد؟ لا الجرعة بتزيد طبعا، اه، الجرعة يعني كنت بتزيد. بتاخد نص برشامة، بقى برشامة بقى اتنين، بتزود في الجرعة. اه دلوقتي ممكن لو شغال اخد 6 في اليوم على مدار اليوم، 2 في 2 في 2، ولو مش شغال ممكن 3 4 صراصير مع نفسين حشيش كده يعني. بس بقى مع كيس كتافاست مع يعني اي ويعني انت مشكل تقريبا كل اللي قبضك رايح على الموضوع ده. بتاع نصه. يعني انا مثلا ايه، انا شغال ب3 700، معلش انا طولت عليك، انا لا لا، انا شغال معاك مثلا. بالعكس، يعني انا مبسوطة ان انت صريح لهذا الحد مع نفسك قبل ما تكون معايا. بس يا رب ما تعرف ولا حد من عيلتي ولا من نسايبي يعرفني. طب وبعدين يا محمد، سيبك من اللي يعرفك، انت هتفضل مكمل كده؟ ابنك دلوقتي عنده قد ايه؟ ابني عنده 8 سنين وبنتي عندها 4 سنين. طب اللهم بارك. وابنك مع ربنا رزقه بأم حنينة وقوية وجدعة وماشية في طريق علاجه، ابتدى يخف؟ العيال الواد اللي هو عنده توحد ده، وعالجته من سمات التوحد، بس عنده حاجة بس ده بتاع ربنا قوي يا أستاذة. اه، وذكي جدا على عارفة؟ فكرة، ذكي وذكي جدا. جدا. عارفة يا أستاذة، ينزل الشارع يشتم الله أكبر عليه، بسم الله ما شاء الله، أنا خايف أحسده يعني. ينزل الشارع يسمع الشتيمة الوسخة، وعمره ما سألني الشتيمة الوسخة دي إيه، ولا قالها لحد من إخواته، ولا قررها، ولا قالها. بصي أكن الله أكبر في دماغه حاجة بتقول له لا ما تسألش في الشتيمة القذرة دي. فاهمة؟ انت يا يعني من عند ربنا، ربنا جعلهولك مهدي كده. أوي. وحتة بتاع، بصي ما هو ده اللي مجنني، حتة بفتة بيضة قلب أبيض. انت أبيض شارب من دلوقتي يا اللبن. استاذي؟ أنا واخد دلوقتي العقار ده؟ أنا لسه بس ما اشتغلش معاه لأن واخده وأنا بجهز إن أنا طب أكلمك. وانت يا محمد مكمل، هتفضل مكمل في السكة دي؟ ما أنا بكلمك عشان ما أكملش في السكة دي، عشان عرفت من حياتي، وعرفت إن أنا مش عارف أشيل عيالي جنيه،
وقرفت بقلة لا، وبعد شوية التحكم في هيشوفوك نفسي. وانت بتعمل كده، وهيشوفوك وانت بتاخد ده ايوه، وعندي بنتي وممكن يا استاذة، ما وعندك ينفعش بنت. انزل. اقعد انزل انا لغاية امتى؟ اقعد انزل اقضي من على المنطقة برشيم وبتاع، ويعرفوا ان انا راجل بتاع مخدرات وبتاع، وعندي بنت. دي هتتجوز ازاي دي؟ ولا هتعمل طب انت ازاي؟ يا محمد بتكلمنا ليه؟ بتكلمني ليه؟ بصراحة امم. عشان برنامج جريء قوي، وعليه نسبة مشاهدة جامدة، وطبعا في حد يساعدني. هتقولوا لي مساعدة ايه؟ امم. فلوس ومش عارف ايه والحوار ده. اقول لك لا لا لا، سيبك من اساليب النصب دي كلها. انا عايز اتعالج، عايز البرنامج يعمل لي يعني كل انت عايز حاجة. تروح مصحة عايز اروح مصحة كويسة وهتبقى قد فيها. القرار ده؟ اصل في ان ناس شاء الله. بيدخلوا مصحة كتير وبيخرجوا ما بيتعالجوش. انا متأكد ان انا لو قعدت 6 7 شهور في المستشفى، هتخرج بس انسان تاني. بس تكون مستشفى محترمة، ما فيهاش امم. زي ما بسمع ممرضين أو امم. ممرضات بيدخلوا المخدرات جوه. امم. فاهمة؟ وما يكونش، معلش يعني أنا مش هقرا ونزهة ولا حاجة، امم. بس أنا بقول لك لو عايزة تخليني أبطل بجد، وما يكونش فيها إهانة للكرامة. فاهم؟ مفيش حد ممرض يخش. بيضرب ولا بيعذب ولا الكلام اللي بنسمعه الله ده. ينور عليك. مثلا ما اطلبش امم. مسكن ولا يجي لي هياج وبتاع، بص انا الممرض يقول لي يا ابني تيتو تيتو تيتو، انت هتعمل امم. علينا مجنون، نام يا دي يا ابني كذا، ونام يا دي يا دي. امم. فاهمة؟ ووزني قل جدا، وفي وزنك في قد ايه في دلوقتي؟ دلوقتي ما كملتش ال50 والله يا أستاذ. يا و... لهوي. وطلع عندي فيروس سي، اتعالجت منه تمام في 100 مليون صحة. امم. المبادرة بتاعت السيسي، الرئيس طبعا. أنا آسف، امم. بتاعت الرئيس السيسي، امم. أنا آسف. امم. آه، ظبطتني في فيروس سي وفي كل حاجة. وفي مرة امم. معدي برضو، راح هو في موضوع الضغط والسكر ومش عارف ايه ده. الدكتور قال لي وزنك على فكرة قابل ان انت يجيلك سكر في اي وقت، من 49 على السن دوت وعلى الطول دوت، امم. وضغطك كده، اصل الضغط كمان وضغطك كده من غير فطار، انت يا ابني قريب جدا من السكر. وانت ممكن ما تاكلش ولا تشرب، بس تاخد البرشام. الله ينور يا استاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا محمد، خليني أشوف الموضوع، وأنا هتابعلك الموضوع بنفسي لسبب واحد بس، عشان أنا صدقتك، وصدقت إنك عايز تتغير، وصدقت إن أنت عايز تبقى إنسان محترم عشان ولادك، واللي ما شفتوش في نفسك عايز تشوفه في ولادك. أنا صدقتك، وأتمنى إن أنت تكون مصدق كل كلمة قلتها، واتمنى ان انت يبقى عندك من الارادة ما يكفي انك تبطل فعلا، عشان تبدأ مع الدنيا صفحة جديدة، وترضى باللي ربنا اداهولك، وترضى بان عندك ولد وبنت يستاهلوا منك، انك لو هتموت عشان تخليهم كويسين تموت، لو هتموت عشان تخليهم احسن منك تموت، مش تبطل. لو هياخدوا روحك قصاد ان الولد والبنت دول ما يشوفكش وانت بالمنظر ده وانت بالطريقة دي، ساعتها يبقى روحك فداهم، وتبقى انت اللي كسبان. ربنا يا رب يتولاك. هحاول قد ما اقدر نشوف مكان محترم وكويس نساعدك بيه يا رب. احنا اسباب، ويا رب اكون سبب، ويا رب انت تساعد نفسك، لان البداية لازم تكون من عندك. انت الاساس في كل شيء، انت اللي لازم تساعد نفسك انك تبطل. كون انك تجيلك الجراءة انك تتكلم وتحكي التفاصيل بالدقة دي، فاكيد انت عندك سبب قوي يخليك تعمل كده، هما ولادك، وانك حابب فعلا انك تبطل. ومساعدتي ليك بناء على ان انا صدقتك، بجد انا صدقتك، صدقت ان انت عايز تبطل. فيا رب يا رب يا رب يجعلني سبب في ده. هحاول على قد ما اقدر نشوف مكان، وانا مش هحاول لوحدي. اي حد بيسمعني
يقدر يساعد محمد انه يتعافى عشان خاطر ولاده، بانه يوفر له مكان مصحة تقدر تساعده، وتساعده بجد، تساعده زي ما هو قال، ما يكونش مكان موبوء ولا مكان فيه ضرب ولا إهانة ولا مكان بيدخلوا فيه المخدرات للمرضى عشان خاطر الفلوس، يكون مكان حقيقي. لو حد يقدر يساعده ما يتأخرش. وطبعا في الخط الساخن لعلاج الإدمان برضو احنا هكلمهم بنفسي وهشوف الموضوع ده يقدروا يساعدوك ازاي. الخط الساخن لعلاج الإدمان يمكن حد يقدر يمدلنا ايده ويساعدك، وربنا يشيل عنك ويعفو عنك هذا الابتلاء، انت وكل شبابنا اللي بيدمروا نفسهم بسبب المخدرات اللي هتودينا في 600 ألف مصيبة. المخدرات اللي ياما كان ضحاياها شباب زي الورد، والله العظيم ياما كان ضحاياها مش شباب بس، عائلات كاملة ضاعت بسبب المخدرات، عائلات كاملة حصل لهم ابتلاء شديد جدا بسبب ان واحد فيهم اتلم على شلة سوء عرفته طريق المخدرات، ضيع عيلته وضيع نفسه وسمعتهم واخواته وبناته وكل شيء بسبب احساسه انه عايز يشرب حاجة متخلفة مسيطرة على تفكيره ودماغه. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا ويحفظنا ويعفي شبابنا، واللي لسه في اول الطريق يشوف محمد ويسمع محمد ويشوف معاناته واحساسه قد ايه انه عايش ميت، احساسه قد ايه انه نكرة وان الناس كلها حوالينه كارهينه، احساسه قد ايه انه كل اللي حواليه بيحاولوا ان هم يبعدوا عنه. وولاده بعد كده هيبقى بالنسبة لهم هو عبء عليهم ونفسهم يخلصوا منه لانه مش هيشرفهم. اي اطفال في الدنيا بيبقوا عايزين يتشرفوا بابوهم وامهم، لكن لما بيبقى الاب والام نقمة وانهم ناس ممكن يأذونا مش يفيدونا، بيبقى عايزين نهرب منهم ونهرب من الاحراج اللي بيسببه لنا. عشان كده محمد متكلم وعايز يتعالج، عشان مش عايز يكون نكرة، ومش عايز ولاده يرفضوه، ومش عايز الناس والمجتمع ما يقبلهوش اكتر من كده، عايز يبقى انسان. عشان كده اللي لسه في بداية الطريق لازم تبدأ وتقول يا رب عني، ولازم تبعد عن القرف ده. لو لسه في البداية ابعد وشوف كل اللي حصل لهم كده وكل اللي شربوا مصيرهم ايه. مين شرب وكان قدامكم بطل مثلا؟ مين كان بيتعاطى المخدرات وكانت نهايته نهاية سعيدة؟ يا اللي لسه داخلين ويا شبابنا يا اللي لسه بتبتدوا تاخدوا، وواحد بيعزم عليك بسجارة او بمصيبة او ببرشامة بتجرب على اساس ايه؟ مين دخل في الطريق ده وعاش؟ ده طريق اسمه طريق الموت، طريق اسمه طريق الموت اللي بيدخل فيه ميت، ميت ما فيهوش كلام. بتجربوا ليه؟ لسه عندكم فضول بايه؟ اللي لسه جديد وشاب بيتعزم عليه عندك فضول بايه؟ غيرك لما شرب حصل له ايه؟ عايز تجرب في نفسك؟ عايز تموت بيديك تذكرة الموت بإيده وانت بتاخدها. ليه بتعملوا كده في نفسكم؟ ليه؟ مهما كانت ظروفك، مهما الدنيا كانت جاية عليك، مفيش حاجة في الدنيا تستحق انك تغيب عقلك وضميرك واخلاقك عشانها. مهما حصل لك ظروفك صعبة ما بتشتغلش، الدنيا جاية عليك، ايه المشكلة؟ عايز تنسى مهما حصل لك من ابتلاء، عايز تنساه؟ تستاهل انك تضيع مخك وشبابك؟ ليه؟ ده في شاب يبقى صغير واحدة خطبها وسابته يروح يلجأ للمخدرات عشان ينساها. ايه التخلف ده؟ مين يستحق انك انت تضيع شبابك وعقلك عشانه؟ مين؟ فوقه حرام عليكم، فوقه، عشان انتوا بتبقوا بتنهوا حياتكم وحياة عائلاتكم بايديكم. انتوا شفتوا محمد، شفتوا صوته، شفتوا اداؤه، شفتوا بيتكلم ازاي،
شفته هو واصل حتى وهو بيتكلم عامل ازاي. تخيلوا ان ده بقى بني ادم عايش في وسطينا. طب تخيلوا مراته عاملة ايه، ولاده عايشين ازاي. كم مرة ابنه او بنته خافوا منه، كم مرة اترعبوا من منظره وهو شارب، كم مرة بقوا مرعوبين ان حد من اصحابهم يجيلهم فيشوفوا ابوهم وهو عامل كده. كم مرة. ربنا يحفظنا يا رب. ربنا يحفظنا من هذا الابتلاء الكبير، واللي اللي بيصيب بيه شباب كتير قوي. ربنا يحفظنا يا رب. ربنا يحفظنا ويعافي ولادنا وشبابنا يا رب. يا رب انت عالم وانت اعلى واعلم. ربنا يحفظ ولادنا وشبابنا يا رب العالمين. ربنا يجعلني سبب يا محمد ان اساعدك واي حد بيسمعنا، وهكلم الخط الساخن لعلاج الادمان. ويا رب، يا رب، يا رب ياخده بايديك، وتكون دي بداية الطريق الجديد في حياتك عشان تربي ولادك في امان وسلام. بشكرك. خلوني اطلع فاصل.